وصفة اليوم سويس رول، بهشاشة وقوام يجنن، فتشي كلش طيب. أني سويتها بالكاكاو وممكن تسويها بالفانيلا. طريقتها سهلة بس تحتاج التزام بالخطوات. أول شي عندي 3 بيضات، فصلت الصفار عن البياض. أهم شي ما توقع ولا نقطة من الصفار على البياض. نبدي نشتغل بصفار البيض، ضفت له نص كوب شكر ونص كوب حليب ونص كوب زيت ونخلطهم زين. وبعدين راح أضيف المكونات الجافة والمقادير بالتفصيل تلقوها أسفل الفيديو. ضفت طحين ونشا وبيكنج باودر وكاكاو تركتها على صفحة. بياض البيض ضفت عليها رشة ملح وبلشت أخفق بيه، بدا يصير أبيض. راح نبدي ننزل بالشكر النص الثاني اللي هو نص كوب، نضيفه على 3 مراحل بالتدريج إلى أن يتماسك مثل ما تشوفون بهذا الشكل. هذه الحركة اللي سويتها معناها خطواتكم كلش مضبوطة. نبدي نضيف خليط البياض على الصفار بالتدريج مثل ما تشوفون على 3 مراحل، ونخفق على كيف حتى ما نفرغ الهواء اللي ضفناه. تبقى مثل ما تشوفوها خفيف ومنفوشة. صبيت الخليط بصينية وضربتها هيك ضربتين حتى يطلع الهواء الزايد. دخلتها الفرن، ما تاخذ وقت أقل من نص ساعة، وتراقبوها. ممكن تغطوها بقطعة قماش ورا ما تطلعوها، ومن تبرد تحشوها باللي يعجبكم. ممكن تحشوها مربى، نوتيلا، أي شي يعجبكم. ورا ما لفيتها تركتها بالثلاجة شوية ترتاح، وبعدين فتحتها وزينتها تزيين كلش بسيط، بس كريم شانتيه وشوية فراولة. جربوها كلش طيبة ومتأكدة راح تعجبكم. لا تنسون اللايك والمتابعة، وبالعافية.